إذ استهلك مئات الآلاف من البشر في سبيل تشييد هرم أو معبد. ومع توطد التجارة يصبح التجار أيضا عاملا مهما يطبع الفن بطابعه. فمن خلال النتاجات الفنية يمكننا رصد مدى تعزز منزلة التجار بقدر ما عليه حال الملوك. مع حلول عصر المدنية الإغريقية والرومانية نشهد ثورة في معمار المدن، فالمدن التي كانت عبارة عن قلاع داخلية وخارجية تمر بتحولات بنيوية لا تفتأ تثير الدهشة والإعجاب حتى في راهننا. وثمن الكدح الكامن وراء ذلك هو استعباد المجتمع بأبعاد مروعة، فكدح الرقيق يستهلك في إعمار المدن بنسبة قصوى، ومؤشر العبودية هو تلك القبور والمعابد والقلاع والمدن الضخمة. كما أن هذه المؤشرات دليل فاضح في نفس الوقت على كيفية تشييد مجتمع المدنية مجبولا بالعرق والدم. كما يمثل المجتمع الإغريقي والروماني طورا جديدا من المدنية في ميدان النحت أيضا، إذ يراد تخليد العظمة والأبهة والجمال في تلك الهياكل. إن الثقافة والفن الإغريقي والروماني اللذين بثتا فيهما الحياة مع النهضة يشكلان منهل قوة الإلهام في الحضارة الأوروبية. فأوروبا الإقطاعية التي حكمها الدين لم يكن لها أن تفتح نوافذها للذهنية الجديدة إلا مع ثقافة النهضة هذه المنفتحة نسبيا على الفكر الحر. ولم يكن للفن أن يحظى بتأثير كمي إلا عن طريق البرجوازية كطبقة حضارية حديثة العهد، في حين أنه سيفقد بهاءها القديم من غير رجعة. فالفن بكافة فروعه من عمار وموسيقى ورسم ونحت سيصاب سريعا بالرعونة والتشرذم في خدمة الرأسمالية، وسيفقد قدسيته وسيخسر هويته باسم صناعة الفن، ليصير سلعة استهلاكية تعلن أفلاسها الذريع بإحدى المعاني. يمكن إرجاع المنبع الأصل الأدبي والموسيقى إلى أحد تمأسس الثورة النيوليتية، فكأن الموسيقى العريقة تصدح بصدى تلك الحقبة. واليوم أيضا باستطاعة ناي الراعي والمزمار والطبل إحياء الجو المشحون بالأحزان والعواطف الجياشة العائدة لتلك الحقبة، وكأنها أسلاف الآلات الموسيقية، في حين يطرأ عليها التطوير شكلا ومضمونا في المجتمع السومري، حيث يتميز الموسيقيون والعازفون بمكانة لا غنى عنها في قصور الملوك والمعابد. تعبر الملاحم الشفهية عن حسرات وأشواق وقدسية الهوية الأولى للقبيلة ببلاغة محكمة. إنها المنبع العين للملاحم المدونة. ملحمة جلجامش هي أول وثيقة مدونة في التاريخ، وربما المصدر الأم للآداب والكتب المقدسة أيضا. فالعديد من الوثائق السومرية الأدبية والدينية لا تشكل فقط منبع الإلهام للشروح الأدبية واللاهوتية الإغريقية، بل إن الملاحم الإغريقية عموما وكافة تصوراتها وحبكاتها الميثولوجية خصوصا تعتبر نسخة معدلة من الملاحم السومرية بعد مرورها ببلاد الأناضول وإطراء التحول عليها. هذه الثقافة الأدبية والموسيقية شاهدة على تحول ملحوظ هنا، تمر بمرحلة أخيرة من التحديث مع ظهور الرواية في المجتمع البرجوازي الأوروبي، فتتحول إلى ثقافة رخيصة، ثقافة الصرعة والديسكو، وإلى صناعة الثقافة لتفقد قدسيتها وأبهتها الخلابة الأولى، ولتخدو وجها لوجه أمام الاستهلاك كسلعة بسيطة مثل ما حل بالفنون الأخرى. يرتبط الفصل بين الفضيلة الرذيلة في الأخلاق بالانقسام الاجتماعي الأساسي الحاصل في مجتمع المدنية، فهو يوضح بإحدى جوانبه أسباب الهوة الفاصلة بين مختلف مجموعات المصالح. أما على النطاق العام فهو يعبر عن التمييز بين المجتمع الفاضل والمجتمع الرذيل، أي أن جوهره مجتمعي. فبينما يدل الارتباط بالمجتمع عن الأخلاق الفاضلة، فإن البعد عنه والتعارض مع قيمه يشير إلى الرذالة. إذن فالبناء الاجتماعي ذو طابع أخلاقي منذ البداية، أي يتم إضفاء هالة من القدسية على القواعد التي ترتب شؤون المجتمع، ويجري الامتثال لها طوعيا. فالدستور الأول للمجتمع هو قواعد الأخلاق، فالأخلاق موجودة في جوهر المجتمع، والمجتمع المفتقد لأساسه الأخلاقي لا خلاص له من التشتت. أما الضوابط الاجتماعية فتعني في مضمونها الالتزام بهوية المجتمع ووجوده الإلهي ولغته، وتعني التماسك مع أعضائه الآخرين كالبنيان المرصوص، بل ووضع الموت نصب العين لأجلهم إذا استدعى الأمر. أما الطرد من المجتمع فيعادل الموت بعينه. تعتبر القوانين أحد أهم إنجازات مجتمع المدنية، وقد برزت تزامنا مع الانقسام الاجتماعي والتمايز الطبقي والتدول. يرتكز أساس القوانين إلى الأخلاق، لكن ومثلما أن تدويل الأديان المشحونة بالقدسية قد حولها إلى دين دولة، فإن تدويل الأخلاق أيضا فتح الطريق أمام القانون، أي أن القانون يعبر عن أسس ترتيب قواعد الأخلاق.
وعن مصالح الطبقة الحاكمة وأملاكها وأمنها في المجتمع الدولتي الجديد. هذا بدوره ما يعني دستور هذا المجتمع. نعثر على أول مثال للقانون في الوثائق المدونة للمجتمع السومري، والتي تسبق قوانين حمورابي بأمد طويل، وبالتالي فموطن ولادة القانون ليس روما أو أثينا، بل ولد في مدائن سومر. أما في عهد أثينا وروما فيتم التجديد على أواصر القانون مع الجمهورية والديمقراطية، ويضفى عليه الطابع الرسمي، ويعاد ترتيبه وتدوينه. أما ولادة الجمهورية والديمقراطية فهي ثمرة تطلع الطبقة الأرستقراطية أسياد المجتمع العبودي النخبويين إلى نمط الإدارة الجماعية بغرض سد الطريق أمام الملكيات والدكتاتوريات الاستبدادية، الإدارة المزاجية للأشخاص. وبالرغم من مصادفتنا لآثار هذا النمط من الحكم في المجتمع السومري، إلا أن صياغته الرسمية الأولى المدونة نعثر عليها في عهد أثينا وروما من سياق الحضارة. ترتبط ولادة الجمهورية والديمقراطية بالسعي للتغلب على المصاعب والفوضى وإشكاليات الإدارة وإعادة ترتيب شؤونها. هكذا ستكون النزعات الدستورية والجمهورية والديمقراطية في ميدان القانون في صدارة المواضيع المتداولة في المدنية ذات الطابع البرجوازي الأوروبي، وسيكون الاختراع الأخير معنيا بقانون حقوق الإنسان لتطغى عليه الفردانية البارزة والممثلية الواسعة النطاق على الصعيد الاجتماعي. يتوجب النظر إلى التقدم العلمي الحاصل كجزء من هذه المعايير الأساسية، فالعلم شكل من أشكال الوعي، والميزة الوحيدة التي تميزه عن غيره هي تعبيره عن قسم المعرفة التي ثبتت صحتها بالتجربة، أي أنه لا يشمل كل المعارف، بل يحتوي المعلومات ذات المعاني الخاصة التي أثبتت التجارب صحتها بشكل عام من معلومة غير مجربة. أما التمييز بين تلك المعلومات المعتمدة على التجربة وغير المعتمدة عليها، وبين النظرية منها والعملية، فيتطور في مجتمع المدنية، وهو أمر مرتبط بعلاقة المعرفة مع السلطة. يشهد التاريخ 3 ثورات كبرى في حقل المعرفة العلمية، تشمل المرحلة الأولى التمأسس النيوليثي، عهد الحلف فيما بين أعوام 6000 قبل الميلاد و4000 قبل الميلاد، وإسهامات المجتمع السومري ارتباطا بذلك. وتشهد المرحلة الثانية عهد مجتمع أثينا وغربي بلاد الأناضول 600 قبل الميلاد و300 قبل الميلاد. أما عهد أوروبا الغربية 1600 ميلادي وما بعد فيشكل المرحلة الثالثة منها. والعلاقة بين المعرفة العلمية ومراحل المدنية جلية، فكل مرحلة تاريخية تتطور بالترافق مع ثوراتها العلمية. لكن من المهم رؤية العلم ضمن عراه الوثيقة مع الدين والفلسفة والأدب والفن والحقوق، في حين أن التمييز بين العلم والفلسفة أمر عصيب، حيث يمكن اعتبارهما يشكلان الجانبين النظري والعملي من الحدث نفسه. بشكل عام يمكن التعبير عن الروابط بين مجتمع المدنية وتصنيفات المعاني تلك على شكل ثنائية المعنى السلطة. هذه التصنيفات الكبرى بين المعاني وتعابيرها العملية الناجمة عن ممارسة المجتمع البشري العملية وعن ذهنيته التي مهدت الطريق إليها، تتعرض للسطو والتزوير على يد الشريحة المتدولة في مجتمع المدنية. فأول من شغلت به الشريحة المتدولة وأحكمت قبضتها عليه هو ترتيبها إياها لتجعلها مصدرا لرؤيتها الاجتماعية وقوتها العملية، أي أن المدنية ترتب وتنظم في كل طور من أطوارها بناء على براديغما أساسية جديدة، رؤية جذرية ونظام جذري للعالم. وبينما تكون هذه الإجراءات وضعية ظواهر مرئية لأقصى حد بالنسبة إلى الحكام، فهي بالنسبة للمحكومين تعني الحد الأعظم من التعتيم والتعمية والتقييد. لقد كانت الشرعية التي تؤمنها البراديغمائيات الجديدة محورا أساسيا ودائما للإدارات نسبة إلى الحكام الذين يمارسون الطغيان علنا، فقد وضع الحكام كل ثقلهم في كيفية عرض مصالحهم على أنها مصالح المجتمع بل وقدره المحتوم، فبقدر ما ينجحون في ذلك يكونون قد أطالوا عمر المجتمعات التي تعتبر حضرية. وبشكل أساسي فكل مدنية تفتقد شرعيتها فلا خلاص لها من الانهيار، حتى لو كانت يوما ما من أعظم مدنيات العالم. على سبيل المثال، فالأسباب الأصلية لانهيار المدنية الرومانية متعلقة بإلحاق الضربة القاضية بها على يد المسيحية داخليا، وهجرة الأقوام خارجيا، لتخسر بذلك اعتبارها وجاذبيتها. فلدى اتحاد المجموعات البشرية على شكل تجمعات دينية وأخرى قومية، فقد خسرت القوة الرومانية المذهلة شرعيتها وتبعثرت. إن البحث في هذه المؤسسات الاجتماعية التي يمكننا تعريفها بأحد معانيها
التي يمكننا تعريفها بأحد معانيها بالتصنيفات الميتافيزيقية ودراستها بصورة منفصلة، يؤدي إلى تحريف المعاني وتزويرها. لا ريب أن هذه الوقائع الميتافيزيقية التي طالما اعتبرها الماديون فظة وانتقدوها بصرامة يستحيل تقسيمها بحد ذاتها إلى حسنة وسيئة، في حين أن التقييمات الأسلوبية التي تتناولها على نحو ميتافيزيقيات حسنة أو سيئة بعقد الترابط الوثيق بينها وبين المجتمع هي الأفضل والأثمن، نظرا لأن ذهنية الإنسان ومجتمعه لا يمكنهما العيش بلا ميتافيزيقيا.